نحن الآن في في مكان الاعتصام أو مكان التخييم لقافلة صمود أمام مسجد موسى بن نصير في شرق مصراتة، في نقطة حدودية. تقريبا قدمنا نقطة حدودية بين مصراتة وسرت. اقتربنا قليلا يعني من مكان التسليم ومكان تسليم الموقوفين. توا تقريبا الساعة نصف الليل. حتى هذه الآونة ما زالوا الموقوفين ما جاؤوش، ما زالوا لم يأتوا. بقينا تقريبا 3 ساعات ونحن في الانتظار. إن شاء الله يجيوا الليلة هذه. فما برشا وعود، عديد من الوعود التي جاءت تؤكد أنهم سيكونون هذه الليلة في قافلة الصمود وفي مخيم قافلة الصمود. ننتظر. إن شاء الله باش يجيوا الموقوفين كلهم ليبيين وجزائريين وتوانسة، مع الأخ الشاب يعني السوداني اللي تم إيقافه من قافلة الصمود كذلك. تمت هذه العملية، أو إن شاء الله تتم هذه العملية بعد جهود حثيثة صارت بين وضغوط وتواصل صار يعني من الدولة التونسية ومن الدولة الجزائرية، سفارة وقناصل ووزراء خارجية في كلتا الدولتين. كذلك في ليبيا تمت مشاورات وتمت يعني محادثات بين الإخوة الليبيين حتى يتم تسليم هؤلاء الموقوفين. نحن بانتظارهم الآن. قافلة صمود مبدئيا وحسب الاتفاق وحسب الشروط، فإن إذا كان يتم تسليم يعني جميع الموقوفين، فإن غدوة تنطلق يعني في طريق الرجوع متاعها إلى طرابلس ثم إلى تونس العاصمة، مرورا براس جديد. هذه هي الحيثيات، هذه هي هذا هو الجديد. إن شاء الله ربي مزيد علينا كان الخير. إذا كان ثم مستجد فلكل حادث حديث إن شاء الله.